في وقت كان الفرس والروم بيحكموا العالم وكانت جيوشهم بتغزو البلاد شرق وغرب، كان العرب وقتها لا عندهم حضارة ولا قوة. لكن لما نزل الإسلام الدنيا اتقلبت، الرسالة انتشرت والقلوب اتغيرت، والدنيا كلها بدأت تسمع عن الناس اللي بيقاتلوا علشان كلمة لا إله إلا الله. وسط المعارك ديت كان في قائد فارسي اسمه رستم، راجل متكبر عنده قصر من ذهب وبيشوف نفسه أعظم من البشر. ولما سمع إن المسلمين بيقربوا من أرض فارس قال هاتولي قائد منهم أتكلم معاه أشوف الناس ديت عايزة إيه. فراح الصحابة اختاروا واحد بسيط راكب حصان صغير لابس درع متواضع اسمه ربعي بن عامر من جنود سيدنا سعد بن أبي وقاص. قالوا له هتدخل على أعظم ملك في الدنيا، خليك ثابت وما تخافش. ابتسم ربعي وقال احنا جينا نخرج الناس من عبادة العباد لعبادة رب العباد. دخل ربعي قصر رستم والذهب حواليه من كل ناحية، الفرس بيضحكوا عليه بس هو ما اهتمش، ربط حصانه في ستارة من حرير وراح داخل برجله على السجاد الغالي ولسه ماسك رمحه. رستم اتنرفز وقال ايه الوقاحة ديت، لكن ربعي وقف وقال بهدوء احنا ما جيناش نطمع في دنياكم ولا ملككم، احنا جينا نخرج الناس من ضيق الدنيا لوسعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان لعدل الإسلام. الكلام خبط في قلب رستم زي السهم وشاف وش الراجل ده نور مش طبيعي، ثقة مش موجودة عند الملوك. حاول يغرب الذهب والملك لكن ربعي رفض وقال والله ما جينا نطلب دنيا إنما نطلب الجنة. ورجع ربعي لسيدنا سعد بن أبي وقاص وبدأت بعدها واحدة من أعظم المعارك في التاريخ، القادسية، اللي كانت بداية نهاية إمبراطورية فارس كلها. القادسية المعركة اللي غيرت وجه الدنيا، قصة بطولات المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص وسيف الله المسلول خالد بن الوليد. الليل كان ساكن والصحراء واسعة لدرجة إن صوت الرياح كان كأنه أنين، لكن في نص السكون ده كانت فيه خيول مربوطة وسيوف مسنونة وقلوب مليانة إيمان. كانت جيوش المسلمين واقفة قدام أعظم جيش في الأرض وقتها، جيش فارس بقيادة رستم القائد المتغطرس اللي كان شايف نفسه فوق البشر. عدد الفرس كان أضعاف عدد المسلمين، دروعهم من الذهب وسيوفهم بتلمع كأنها نار، بس رغم كده وجوه المسلمين كانت منورة بنور الإيمان. في خيمة بسيطة كان القائد سعد بن أبي وقاص قاعد على سرير خشب بسيط، كان مصاب بجرح في رجله مش قادر يركب الحصان، بس برغم كده كان صوته ثابت قوي وكأن الإيمان بيحركه بدل الجسد. قال للجنود اتقوا الله في كل خطوة، احنا مش طالعين نغزو دنيا، احنا طالعين نرفع كلمة الحق. وسط الصفوف وقف ربعي بن عامر ومعاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيبصوا لبعض بنظرة عزيمة، مفيش خوف بس شوق للنصر أو الشهادة. الليل عدى والفجر طلع والسماء بدأت تحمر بلون الغبار والدم اللي جاي. وفي الناحية التانية رستم قاعد في خيمته المذهبة حواليه الذهب والجواري والبخور الفارسي، بس كان جواه خوف غريب. قال في نفسه ايه السر اللي في الناس دول، ليه مش بيخافوا من الموت؟ بدأ النهار وصوت الأبواق ملئ السماء، الخيول بدأت تتحرك، السيوف بترتفع وصوت التكبير هز الأرض. الله أكبر الله أكبر. بدأت معركة من أشرس معارك التاريخ، كانت 4 أيام نار وغبار ودموع. اليوم الأول صبر وثبات، اليوم الثاني رستم أمر الفيلة تهاجم المسلمين، خيولهم خافت من منظر الفيل الضخمة لكن المسلمين ما رجعوش، بعضهم جرى من تحت الفيلة وقطع الحبال اللي ماسكة الأبراج من فوقها. الناس بتموت بس الإيمان مش بيموت. في اليوم الثالث المعركة كانت نار، السماء ملبدة بالغبار والأرض مليانة دم، ورغم كده التكبير مش بيقف، الله أكبر الله أكبر. سعد كان واقف فوق الجبل بيوجه المعركة بصوته وصوته كان بيوصل لحد آخر الميدان، اثباتوا يا أبطال. وفي اليوم الرابع الليل دخل والمعركة لسه مش محسومة. سعد بن أبي وقاص قال الليلة ديت هتكون ليلة الفرقان، وراح الصحابة يتوضوا يصلوا ركعتين ويستعدوا. مع أول خيط فجر المسلمين هجم هجوم ما شافوش التاريخ قبل كده، كانت الصرخة واحدة كأنها من السماء نفسها والغبار مغطي الدنيا. رستم شاف الهزيمة جاية فهرب ناحية النهر، بس واحد من المسلمين شافه وجرى وراه ورماه برمحه وقال والله لا يهرب من أمر الله أحد.
وسقط رستم وغرقت إمبراطورية فارس كلها وراه. المعركة خلصت بس التاريخ بدأ من اللحظة ديت. بعد المعركة الشمس طلعت على جثث وسيوف ورايات، بس فوق كل ده كان في نور النصر. سعد بن أبي وقاص نزل من مكانه وعيط وقال بصوت هادي: اللهم لك الحمد، نصرت عبدك وأعليت كلمتك. من اليوم ده الدنيا اتغيرت، الإيمان انتصر على الكبر والنور غلب الظلام، ومعركة القادسية بقت علامة على معنى الكلمة: إن الله ينصر من ينصره.